راه الراجل ملي كيكون في الدار خصو يكون سبع. وهذيك المراه ملي تكون غادي تجي عندها انت تجي تقول له شي حاجه يقول لك شوفوا مولات الدار. هو راه السبع ملي تجي تقول له واش نديروا في هذه شوفوا مولات الدار. واش فهمتي راه كانت واحد الطريقه كيفاش الراجل كيرفع كيحترم المراه كيحسها هي كلشي في الدار. وبالمقابل وهي المراه بالنسبه لي عاوتاني راه هو تاج راسي وانت يا سبعي وانت يا هو ملي كتقول له هذا الكلام كيتحس براسو بصح كيتعامل. وهذه ما يسمى فعلا اجرام البصمه الاجتماعيه. بالفرنسيه تنقولوا الي بوز لو ستاتيو الى ادوبت لو رول. كيرجع السبع كيتبنى الدور ديال السبع. ملي كتبقى المراه تتصرف كتخرج تدخل 9 الليل تدخل تيبدا يبان راسو هو فار حتى كيرجع فار حيت راه هي اللي كتاخذ القرار. ملي كيدخل السباك للدار كتلقى المراه واقفه معاه صاوب لها الروبين الله يخليك دير لي هذه هنايا صاوب لي هذه. واش دابا انا غنكون في الدار وغتكون المراه في الدار وملي غادي يجي هذاك السباك اللي غادي يصاوب شي حاجه في الكوزينه الراجل غيبقى في التلفازه تيدير هكا والمراه يمكن لابسه بيجامه ووقف مع البلومبيي كيصاوب مع السباك في الكوزينه وهي كتحني له من لهنايا وغادي نصاوب. هادشي عندكم عادي؟ لا انا ما كنهضرش على ان المراه. لا واش هذه عاديه؟ لا اكيد في المراه فاش كتكون عارفه شي واحد غادي يجي اكيد كتبدل. الا كانت لابسه شي حاجه غير لائقه كتلبس شي حاجه وعلاش لائقه. بغات تلبس؟ ربما هي اكفأ منه انها في التعامل مع هادو صنايعي. الاستثناءات ملي تكون الاستثناءات ما عندنا ما نقولوا.